هو أنت جربت تسمع صوت حد بتحبه وتفتكر كل الذكريات اللي فاتت برغم إنكم افترقتوا؟ دي نظرية اسمها الارتباط الآمن بعد الفقد، وده معناه إنه الارتباط العاطفي اللي بينك وبين الأشخاص مش بيموت حتى لو الأشخاص دول نفسهم ماتوا أو فرقوك، وده مش من خيالي أنا، دي أصلاً نظرية علمية أسسها جون بولبي اللي هو أصلاً أسس نظرية التعلق العاطفي. الحقيقة بقى إننا شفنا النظرية دي بتتجسد بس في مسلسل. طبعاً كلنا شفنا مسلسل كتالوج وقد إيه هو مسلسل جميل ورائع، وبيتكلم عن الارتباط العاطفي حتى بعد الفقد. يوسف فجأة بقى أرمل وعايش لوحده من غير مراته، وبعد ما مراته سابته بقى بيسمع صوتها ويسمع كلامها ويسمع نصايحها وتوجيهاتها، فضلت عايشة معاه حتى بعد ما فقدها. في أول المسلسل كنت تشوف يوسف ده هادي وساكت بس عينيه حزينة جدا، فتحس إنك مستغرب إزاي الشخص الهادي الساكت ده أول لما يفتح دولاب أمينة مراته ويشوف حاجة من حاجاتها فيرجع يقفل الدولاب تاني وهو جواه نظرة حزن وألم. والتفسير الوحيد للحالة دي هو إن يوسف كان بيمر بحالة إنكار اللي اتكلمت عنها دكتور إليزابيث لما قالت لك إنه أول حاجة بنمر بيها في مراحل الفقد إن إحنا بنمر بحاجة اسمها الإنكار، إن إحنا بنبقى شايفين من جوانا إنه مستحيل يكون الحد ده سابنا ومشي، وإنه أكيد عايش بس هو مستخبي شوية وهيرجع تاني. ودي حاجة من الحاجات اللي إحنا دايماً ما بنعرفش نتقبلها، إن إحنا نواجه نفسنا إنه الحد ده فرقنا، لأن ده بيبقى صعب قوي. عايزاك تحكيلي في الكومنتات عن آخر مرة حسيت بحاجة مؤلمة ومعرفتش تتخطاها، اكتبلي عملت إيه. وفجأة بدأ يوسف يعمل حاجات بيقولوا عنها مش بتاعت رجالة، بدأ يسرح شعر ولاده ويوديهم المدرسة ولازم يسألهم عن مشاكلهم ويحاول إنه يدعمهم نفسياً. كل الحاجات دي بدأ يقوم بيها يوسف، بس فجأة بدأ يوسف يعمل أكتر دور رجولي في الحياة. بدأ حتى وهو منهار يقف جنب ولاده ويدعمهم ويحسسهم إنه هم أحسن وإنه الحياة هتبقى كويسة وإنه دي مشكلة صغيرة إحنا بنمر بيها بس كل اللي جاي هيبقى كويس. هنا بقى بدأ يوسف يقوم بالدور الأبوي ويعرفك قد إيه الأبوة دي حاجة حلوة وجميلة، إنه الأب يكون سند ويكون ظهر ويكون داعم وإنه يقوم بكل الأدوار حتى الأدوار اللي هي مش بتاعته أو اللي مش مكلف بيها. إزاي هتتعامل مع منصور؟ وأمينة لما تزعل مع صاحبتها تعمل إيه بالظبط؟ دي كانت فيديوهات أمينة على اليوتيوب كانت بتشرح فيها ليوسف إزاي يقدم الدعم لولاده وإزاي يتعامل في كل موقف صعب معاهم. أمينة كانت أم حقيقية، كانت عاملة فيديوهات بسيطة جدا على اليوتيوب عشان تعلم الناس إزاي يتعاملوا مع أولادهم. مش بس كده، دي سابت ليوسف كتالوج إرشادات عن ولاده وإنه إزاي يحاول إنه يقرب منهم ويدعمهم حتى بعد ما هي تمشي، لأن هي كانت عارفة إن هي ماشية وسايباهم، فحاولت تسيب كل تفصيلة هي عارفاها عنهم حتى الدعم النفسي اللي هي بتقدمه لهم. وهنا يوسف بدأ يحس إنه بياخد مكانها وهو مش بيحاول يدور على كل حاجة، لأن هي سايباله مفاتيح كل الأبواب قبل ما تمشي. تحس إن أمينة كانت باصة ليوسف من الفيديوهات وكأنها شايفاه، وهي دي نظرية التعلق اللي بيتكلم عنها بولبي، إنه أحياناً التعلق بيكون آمن، بمجرد إنه الناس تسيبنا وتمشي بيكون في حاجة اسمها الارتباط الآمن، بالذات من العلاقات السوية. العلاقات الآمنة بتمدنا بالدعم والأمان حتى بعد ما ننفصل عن العلاقات دي. قولي بقى آخر مرة حسيت إنك في علاقة داعمة وحسيت بالأمان حتى وإنتوا مش مع بعض؟ اكتبلي في الكومنتات. المسلسل مش بس عن أب بيربي، لأ، ده عن أب بيتربى مع ولاده، بيحتوي وبيسامح وبيفضل جنب ولاده وبيدعمهم وبيشاركهم الرحلة دي كلها. ودي حاجة في علم النفس اسمها النمو بعد الصدمة، يعني إنك تاخد الخبطة على دماغك وتقوم منها أحسن من الأول، تفهم النقط الضعف اللي عندك اللي كنت محتاج تشتغل عليها. وده مش بس في العلاقات، ده في حياتك كلها، يعني في صدمات تجيلك توعيك وتفوقك وتوقفك وتخليك أحسن من الأول. وأكتر وقت هتحس فيه إنك كويس هو الوقت اللي انت خارج منه من صدمة وخارج فيها أحسن من الأول. انت خارج بخبرات وخارج كمان بوعي، وكمان انت اشتغلت على الوعي ده وعرفت أنا لما أقع في الحفرة دي هطلع منها إزاي. هو في أحلى من كده؟
في وسط المسلسل بقى سألت نفسي سؤال، هو في حاجة اسمها ميراث إلكتروني؟ يعني إحنا ممكن نورث من الناس فيديوهات ودعم وحب عن طريق إن إحنا نسجل ذكرياتنا معاهم، عن طريق إن إحنا نسجل تجاربنا عن طريق فيديوهات. هل بقى ممكن التكنولوجيا تخدمنا في إن إحنا يكون لينا ميراث نعرف نورثه لأولادنا ونورثه للناس اللي حوالينا، نعرف نقول لهم وننقل لهم كل تجاربنا وكل مشاعرنا من خلال الفيديوهات دي؟ تفتكر هل ممكن يكون في ذكريات رقمية في حياتك؟ اكتبلي في الكومنتات وقولي رأيك في موضوع التكنولوجيا اللي احنا استخدمناه غلط. هل ممكن نعرف نحوله لذكريات صح زي أمينة كده؟ في الآخر اللي أحب أقوله لك اللي خرجت بيه من المسلسل إنه مش دايماً بيكون الحاجات اللي احنا بنسيبها للناس اللي بنحبهم كبيرة، ممكن تبقى حاجات بسيطة قوي، والحاجات دي لما يفتكروها بعدينا يلاقوا نفسهم في دعم وحب وأمان. المهم هنا إنك تبقى في علاقات آمنة بجد، يبقى عندك تعلق آمن بجد، يبقى في حد بترجع له وبتحبه وبترجع لنصايحه وكلامه وتمشي وراه وانت مطمن. هو ده بجد اللي هيفضلك في حياتك. واكتبولي في الكومنتات عن الورث الإلكتروني، عن الحاجات اللي احنا ممكن نسيبها أو الناس تسيبها لنا تكون داعمة لينا حتى وهم مش موجودين. واكتبلي في الكومنتات لو الحاجات دي، لو انت سمعت الفيديو ده وحسيت انك عايز نصايح اكتر او عايز ارشادات نفسية اكتر او عايز حاجة تدعمك في رحلتك اللي جاية. ولو مش عامل لي اشتراك يا ريت تعمل لي اشتراك، ولو مش عامل لي لايك يا ريت تعمل لي لايك. وبس كده، باي باي.